من بعد التهجير القسري لآلاف النساء والأطفال من الكرد الفيليين بفعل قرار 666، هسه ايش بقى من الكرد الفيليين بالعراق؟ بقى الشباب اللي كانوا يؤدون الخدمة العسكرية، تم استدعائهم من قبل الاستخبارات العسكرية وزجهم بمعتقلات الاستخبارات ومعتقلات الأمن العامة. شوف الاستهداف شلون ممنهج، بالبداية النساء والأطفال وحاليا الرجال والشباب، ومن سخرية القدر أنه هم كانوا وباعتراف الدولة يؤدون واجبهم تجاه الوطن، خدمة العلم، الخدمة العسكرية، كانوا يضحون بأرواحهم ودمائهم من أجل هذا الوطن، ويتهموهم بأنهم عوائل غير عراقية وما منتمية للبلد. شنو أكبر دليل انتمائنا لهذا الوطن أكثر من أنه إحنا نضحي بحياتنا من أجله ونروي أرضه بدمائنا؟ آلاف الشباب الفيليين تم تغييبهم بهاي المعتقلات والتخلص منهم بأكثر من طريقة، منها إجراء التجارب الكيميائية عليهم على سبيل المثال، أو استخدامهم بفتح حقول الألغام أثناء الحرب العراقية الإيرانية مثل ما ذكرت وثائق الدولة الرسمية. أما مئات الشباب الفيليين اللي ثبت وجودهم بسجون البعث فتم إعدامهم بتهمة الاشتباه بانتمائهم لصفوف حزب الدعوة، من بعد ذلك قالوا عدمناهم بالخطأ. طبعا هذا مو كلامي، هذا الكلام اللي تثبت الوثائق الرسمية للأجهزة الأمنية البعثية في ذلك الوقت، قالوا والله اشتبهنا انه هم ينتمون لحزب الدعوة وتم اعدامهم، وطلع هذا الاشتباه خاطئ وهم خطية ابرياء كل شيء ما مسوين. تخيل ابنك ينعدم ويجون يقولوا لك والله اعدمناه بالخطأ.